بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرة مع عادل، أهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد ولقاء جديد. في بداية اللقاء ما تنساش لايك وشير ومتابعة للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. النادي الأهلي قاهر الجميع. النادي الأهلي قاهر أي فريق بيتقابل معاه بثبات لاعبيه، بمهارة لاعبيه، بقوة لاعبيه. النادي الأهلي يهزم بيراميدز 1-0 ويفوز بكأس السوبر للمرة ال 13 في تاريخه. النادي الأهلي النهاردة قابل فريق بيراميدز في ملعب محمد الخامس بمحمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. مباراة قوية ما بين الفريقين، بصراحة مباراة ولا أروع. دي يعني زي ما بيقول نرفع القبعة للفريقين، أحسن فريقين في مصر بصراحة، الأهلي وبيراميدز. الزمالك عمل بصراحة واجب معانا إن هو انسحب من البطولة دي علشان نتفرج على أداء ولا أروع من النادي الأهلي ومن نادي بيراميدز. مباراة تستحق أن يطلق عليها مباراة السوبر ما بين فريقين سوبر في كل شيء، في تنظيم المباراة، في أداء اللاعبين، في كل شيء، في تعامل اللاعبين مع بعض، إلا بعض الهفوات اللي هي تمت من بعض اللاعبين في الملعب نظرا للشدة اللي كان كل اللعيبة فيها. المباراة طبعا دي المباراة رقم 20 في تاريخ كأس السوبر المصري. النادي الأهلي يفوز للمرة ال 13، والنهائي اللي اتلعب النهارده ده النهائي ال 17 في تاريخ النادي الاهلي على كاس السوبر. يعني النادي الاهلي تغيب عن 3 مرات بس في كاس السوبر، 17 نهائي، فاز ب 13 نهائي منهم كان اخره النهارده. طبعا المباراة الاهلي وبيراميدز بدأت بقيادة تحكيمية لكابتن قيادة حكم مصري كابتن محمود البنا، 2 حامي الراية احمد توفيق وهاني عبد الفتاح. حكمين على الفار، الحكم محمد علي العلي، محمد عمر العلي. دي الإدارة التحكيمية. بدأ الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى، 2 مساكين محمد عبد المنعم ومحمود متولي، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول. بدأ ب2 ارتكاز، مروان حمدي وحمدي فتحي، وكان في مركز 8 القندوسي، جناحين بيرسي وعبد القادر وشريف في الأمام. طبعا حصل تغييرات في النادي الأهلي نزل خالد عبد الفتاح وحسين الشحات وديانج وأفشة وكهربا وطاهر. طبعا دي التغييرات اللي تمت في النادي الاهلي. بيراميدز بدأ بتشكيل مكون من احمد الشناوي، علي جبر، احمد سامي، 2 ديفندر، محمد الشبيني، وليد الكارتي، محمد حمدي باك شمال، احمد توفيق باك يمين، ابراهيم عادل في مركز 8، مصطفى فتحي جناح يمين، رمضان صبحي جناح شمال، فخري لقاي مهاجم وحيد. عمل 4 تغييرات: محمود صابر، بلاتي توريه، دودو الجباس، فخر الدين بن يوسف. دي كانت التغييرات بتاعه بيراميدز. بصراحة المباراة بدأت أول 20 دقيقة بسيطرة ميدانية للنادي الأهلي. النادي الأهلي مسيطر على أجواء المباراة، وفي الدقيقة الثانية فاول للنادي الأهلي وإنذار علي جبر. بصراحة تمريرة ولا أروع، القندوسي مرر الكرة بالكعب من بين رجلين علي جبر. علي جبر حاول إن هو يحوشه، جذب من الفانيلا، طبعا نتج عنه فاول للنادي الأهلي وإنذار علي جبر. تصدى للكرة دي علي معلول خارج المرمى. في الدقيقة 19 هجمة خطرة لبيراميدز داخل منطقة الجزاء، لولا تدخل حمدي فتحي في الوقت خلاص وليد الكارتي هيصوب على المرمى. تدخل حمدي فتحي في الوقت المطلوب. بصراحة من الدقيقة 20 للدقيقة 30 سيطرة ميدانية لفريق بيراميدز، استحوذ على مجريات المباراة. النادي الأهلي متمركز في نص ملعبه. ضاعت أكتر من هجمة لفريق بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي. بصراحة لعب مباراة كبيرة جدا. أكتر من كرة أنقذهم محمد الشناوي. المباراة من الدقيقة
30 لدقيقة 45 مباراة سجال ما بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، واللعب كان منحصر في نص الملعب. بصراحة أخطر هجمات بيراميدز في الدقيقة كانت في الدقيقة 32، واخطر هجمات النادي الاهلي كانت كره ثابته على حدود منطقه جزاء بيراميدز، صد لها علي معلول اخرجها الحارس الى ضربه ركنيه. طبعا وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني بدا بتصويبه صاروخيه لمصطفى فتحي، بصراحه تصويبه صاروخيه اخرجها محمد الشناوي بطراطيف صوابعه في الدقيقة 48 ومدربكة داخل منطقة جزاء بيراميدز، كاد أن يسجل علي جابر في مرماه، دربكة داخل المنطقة. في الدقيقة 50 تسديدة من علي معلول خارج المرمى. في الدقيقة 54 أخطر فرص المباراة، مرور من عبد القادر من الجناح الشمال، رقص واحد رقص اثنين ولفها لفة جاتوه، يعني هينفخ القندوسي بس ينفخها تخش جوه الجون، مرمى خالي من حارسه، ولكن مضايقة علي جابر للقندوسي، القندوسي حط الكرة بره. وفي الدقيقة 71 ضربة رأس ولا أروع لبيراميدز، بصراحة الضربة ده إنقاذ خيالي من محمد الشناوي، شال الكرة من على خط المرمى من ضربة رأس لفريق بيراميدز، بصراحة من أخطر الفرص لفريق بيراميدز في الدقيقة 71. وبعدها يصبح الشوط الثاني سجال ما بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، هجمات وليست لم تشكل خطورة على المرميين، وصفر الحكم بانتهاء المباراة 0-0. رحنا للشوطين إضافيين، كل شوط ربع ساعة. وفي بداية الشوط ومن غزوة لكهرباء لمنطقة جزاء بيراميدز، تمكن ان هو يحط جسمه قدام احمد سامي مدافع بيراميدز، اضطر ان هو يعرقله داخل منطقه جزاء، يحتسب الحكم ضربه جزاء لصالح فريق النادي الاهلي دون الرجوع للفار، ضربه جزاء واضحه 100%. تصدى لها علي معلول وركنها على يمين احمد الشناوي محرز الهدف الاول. وبعدها كمل الشوط كله هجوم كاسح للنادي الاهلي، اضاع النادي الاهلي اكتر من فرصه بسبب رعونه لاعبين. طول المباراه المفروض انت بتستلم الكوره وغالب 1-0، اهدى على الكوره، طلع الكوره من رجلك صح، ولكن رعونه اللاعبين تسببت ان الشوط يخلص 1-0 بس. طيب في الشوط الثاني هجمه، بدا الشوط بهجمه خطره فريق بيراميدز، تعامل معها محمد الشناوي بذكاء، بصراحه حط جسمه في طريق الكوره وتمكن ان هو يخرج الكوره. بصراحه كهربا تفنن في اضاعه الفرص، هو عايز يسجل عشان يثبت للناس ان انا لعيب كويس ولعبت وان انا ما كنتش عبء على الفريق في مباراه السوبر ان هو سجل اهداف. اهدى يا عم كهربا، اهدى، الكوره معاك، يا تتصرف في الكوره صح يا تبص لزميلك اللي جنبك، لكن فرصتين استحاله يضيعوا، استحاله الفرصتين دول يضيعوا، ولكن اضاع فرصتين في دقيقتين، فرصه دلوقتي والدقيقه الثانيه ضاع برضه فرصه ثانيه، اضاع على الاهلي الهدوء النفسي باحراز الهدف الثاني. في الدقيقة 113 كرة مرتدة من دفاع النادي الأهلي مش عارف يطلع الكرة من منطقة الجزاء، كرة مرتدة يصوبها دودو الجباس مهاجم بيراميدز، ينقذها محمد الشناوي. دودو الجباس شدد الكرة من الجناح اليمين، تمكن محمد الشناوي ان هو يخرج الكرة، واصبحت في السبع دقائق اللي فاضلين اصبحت الكرة سجال ما بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، ولكن دون خطورة على المرميين، ليصفر الحكم بإطلاق صافرته بنهاية المباراة بفوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر للمرة 13 في تاريخه. ألف مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لفريق بيراميدز. بصراحة يا جماعة أول مرة إن أنا أشوف فريق بيراميدز ممتع لهذه الدرجة، بصراحة فريق متكامل في كل شيء. انا احيي فريق الزمالك ان هو انسحب من البطوله ديت علشان نتمتع بمباراه جميله جدا. ان شاء الله كاس السوبر في الاعوام القادمه دوله الامارات
خدت كأس السوبر لمدة 4 سنوات، وهيقام ما بين 4 فرق إن شاء الله. طبعا بعد المباراة حصلت حالة إغماء للكابتن محمود متولي. تدخل الطاقم الطبي واستخدم الصدمات الكهربائية لإعادته إلى الوعي. وبسؤاله إيه اللي أنت حسيت بيه؟ قال لهم بس إرهاق وضغط في المباراة. ما صدقت إن الحكم صفر عشان خاطر إن أنا أرتاح، فما دارتش بالدنيا إيه اللي حصل. بنتمنى السلامة إن شاء الله للكابتن محمود متولي، وبالتوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة. ده كان تحليل سريع للمباراة، وإن شاء الله غدا هنتكلم على كل شيء بالتفصيل. في نهاية لقائنا بنشكر كل الناس اللي بتتابعنا، وبنتمنى إن شاء الله فضلا وليس أمرا متابعة القناة، إنك تدوس لايك وشير ومتابعة للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.